أختي الغالي وزميلتي الرائعة نهيلي قاسم بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا أختي الغالية؟ وعليكم السلام والإكرام. تمام، الحمد لله. أنت كيفك يا أستاذنا الفاضل؟ أنا بخير وفضل من الله، بخير ولله الحمد. طبعا أنا بشكرك من كل قلبي لتشريفك لي بهذه المقابلة وحضورك هذا اللقاء، وكذلك بشكرك من كل قلبي لموافقتك على تسجيل هذا اللقاء ونشره في موقعنا مكالمة عربي. شكرا لك يا نهيلي، شكرا. شكرا لك أستاذنا الفاضل ودكتورنا المحترم الأستاذ رافع الله يخلي لي اياكي. دملاج. طبعا انا حابب اخبر مشاهدينا الكرام في مكالمة عربي انه الاستاذة نهيلة قاسم بركة هي اختنا الغالية والرائعة في معنا في فريق العمل في مكالمة عربي في قسم التسويق، وهي كمان معنا في فريقنا في دار المنشورات العالمية. شو احساسك يا نهيلي وانت معنا في قسم التسويق في مكالمة عربي؟ خبرينا عن احاسيسك، عن مشاعرك. شو اللي شفتي في مكالمة عربية؟ خبري مشاهدينا الكرام عن كل هالامور الموجودة في داخلك وعن مكالمة عربي. تفضلي يا نهيلي. أنا يشرفني بأني انضميت لكم من من خلال من خلال الإنترنت وعن بعد، وبشكركم جميع. ومن خلال مكالمة عربي بتعاوننا مع بعض وتكاتفنا سنحصل على أشياء كثيرة لأنها نادرة في الوجود. أول مكالمة أجدها لا يوجد لها مثيل في الوجود أبداً. صحيح، تمام. نعم تفضلي، عم بسمعك. مشاهدينا كمان عم يسمعوك. ومكالمة عربي هي تطوير للإنسان بحد ذاته، وتعمل على يجب على كل إنسان أن يسارع ويسجل بها، لأنه تعمل على تطوير الذات بجميع مختلف واللهجات جميعها، اللهجة السورية واللهجة العراقية واللهجة المصرية واللهجة اللبنانية وكافة اللهجات جميعا تمام تمام. من أجل تطوير ذات الإنسان. صحيح، صحيح. شو رأيك بالأمور اللي ضفناها نحن جديد من خلال التطويرات اللي صارت في مكالمة عربي؟ شو رأيك فيها؟ سواء كان في الخصومات اللي حطيناها الجديدة، سواء كان في قسم المكتبة الفارسية، المكتبة العربية. شو رأيك بكل هالأمور؟ إنها مختلفة بشكل خاص. يعني هلا خصومات كتير كتير أهمية، يعني ذاتية للإنسان. مجرد إنه الواحد يدخل على مكالمة عربية ويطلع عليها سيساعد بكل معنى الكلمة أن يدخل يعني يتمنى أن يكون عضو في مكالمة عربي ويساهم ويشارك بكل معنى الكلمة فيها بها. تمام. حابة يا نهيلة بتضيفي شيء جديد أو توصية معينة لمشاهدينا الكرام بخصوص مكالمة عربي؟ يعني أهم أنا أتمنى أن كل إنسان يدخل إلى مكالمة عربي آه، ويطلع على تفاصيلها لأنها نادرة في الوجود بقيادتك أنت أستاذنا المحترم والفاضل. آه، أنا واثقة سيقدم على تسجيل نفسه بها ويطلع على كل صغيرة وكبيرة ويطور نفسه وينمي عقله من خلال اشتراكه معنا. شكرا لك. أنا بشكرك من كل قلبي يا أختي الغالية وزميلتي الرائعة الأستاذة نهيلة قاسم بركة. شكرا لحضورك هذه المقابلة، وشكرا مرة أخرى لموافقتك على تسجيلها وعلى نشرها في موقعنا مكالمة عربي. شكرا لك يا نهيلي، شكرا. أنا بشكرك من كل قلبي أستاذ رافع، بشكرك جدا جدا لأنه أولا انضمامي لكم زادني شرف و
وكل شيء في هذه في مكالمة عربي رأيته جميل جدا. وأنت أنت السبب بكل هذا. شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك، أشكرك من كل قلبي يا نهيلة الغالية. مع السلامة، بشوفك إن شاء الله في لقاءات قادمة، وبنسعد الجمهور، جمهور مكالمة عربي، بإبداعاتنا المشتركة، خاصة بوجودك أنت في فريقنا في قسم التسويق في مكالمة عربي. شكرا لك يا نهيلة مرة أخرى، ومع السلامة. مع السلامة يا أستاذ، شكرا لك. مع السلامة.